وفي الطريق بيفضل بو يتدرب على اسلوب السلام الداخلي ده، ولكنه كل مره بيفشل ومش بيقدر يسيطر على اعصابه. فبتيجي تايجرس وباقي المقاتلين علشان يساعدوه، بيسالوه طب بالهداوه كده بس انت متنرفز من ايه؟ فبيقول لهم اصل انا اكتشفت اني مش ابن بنج. لا حول ولا قوه الا بالله. يتم الحزن، يتم الصدمه. وفعلا المحاربين الخمسه بيتصدموا وبيتاثروا جدا لما بيعرفوا الخبر. ونسيب بقى الناس التعبانه دي شويه ونروح نشوف شين هب بيه يعني، ويا ريتنا ما روحنا بصراحه. الواد شال الكرسي الملكي بتاع ابوه، حط المدفع مكانه، وبتيجي انثى الخروف واللي بتقول له انه هيتهزم على ايد محارب قوي لونه ابيض في اسود، ولكنه بيفضل يتريق عليها لان هو يعني في اول الفيلم دمر قريه البند كده كده. وهنت بقى بسيط للناس بتوع نظريات مؤامره الكرتون. انا موطي صوتي عشان الموضوع يبقى عميق يعني. ليه طلع لك لا ما ينفعش اقف هنا. اسمها ايه الست دي الدجاله دي شبه الخروف. تقدر تقول لي ليه؟ افهم بقى الرسائل، افهم الرسائل اللي من تحت الترابيزه. ماسونيه ماسونيه وش. لحد ما بيدخل عليه قائد الذئاب وبيعرفه ان في دب بند